السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معكم الكاتب والمؤلف خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات ومترجم لغة مصرية قديمة ومؤلف سلسلة الأجداد عن الحضارة المصرية باللغتي العربية والكرواتية. سوف نتحدث اليوم عن معبد من معابد النوبة وهو معبد الدكة. وكان معبد الدكة من أكبر المعابد بعد معابد أبو سمبل. ومعبد الدكة أطلق عليه اسم بسلكيس التي تعني مدينة العقربة، والذي أقامه الملك أركماني في عهد العصر المتأخر على أطلال معبد قديم من عصر الدولة الوسطى عهد الأسرة الثانية عشر على شكل واصل نوبي. وكان المعبد عبارة عن بوابة كبيرة ذات برجين عاليين يعلوهم قرص الشمس المجنح، وأيضا يوجد دهاليز عبارة عن غرفة مربعة الشكل وتليها ردها مستطيلة تؤدي إلى مقصورة تخص الملك أركماني، ويأتي بعد ذلك قدس الأقداس. وكان منقوشا على الجدران باللغات الهيروغليفية والإغريقية والرومانية والنوبية، كما يوجد رموز بارزة للإله تحوت إله العلم والمعرفة عند القدماء المصريين، وأيضا الإله مندونيس إله مدينة الدكة النوبية. ولقد تم إنقاذ هذا المعبد من الغرق في قصة بناء السد العالي في عام 1963، على أن قامت الهيئة العامة على الحفاظ على التراث العالمي لليونسكو في عملية إنقاذ معابد النوبة والآثار والمعابد التي ابتلعتها مياه بلاد النوبة. ولذلك تم فك وتركيب هذا المعبد في عام 1969 إلى موقعه الجديد بمنطقة وادي السبوع على بعد 150 كيلو متر جنوب محافظة أسوان، وبجوار معبد وادي السبوع والمحرقة. وغادر المعبد مكانه الأصلي بعد أن ظل شامخا في بلاد النوبة لأكثر من 2000 عام. وشكرا لحضراتكم، وكان معكم الكاتب والمؤلف خالد يوسف الحناوي.